مشاهدينا من جديد، وصلنا لأول فقرة حوارية موجودة معنا النهاردة، وهنستضيف فيها ابن مدينة المنصورة. الكاتب هو مهاجر، ولكن ظل كتاباته إلى حد كبير، وحتى كتاباته سواء في يعني الكتابات المتعلقة بالكتب والمقالات، أو حتى في الشعر المرتبطة بشكل كبير بالمنطقة العربية، المنطقة الإسلامية وتحديدا مصر. الكاتب أحمد مرعو، أهلا بك. أهلا بك معنا. أهلا بك. بداية هبتدي أرجع ورا شوية. ابن المنصورة بداية ابتديت شعرا، ولكن بعد ذلك تركت الشعر وركزت بشكل كبير على المقالات، وغالبية هذه المقالات كانت شديدة العقلانية، بعيدة عن الحياة الحالمة أو التفكير الحالم للشعر. لماذا جاء هذا الاختلاف؟ والله حقيقة أنا كنت أحب اللغة العربية وأحب المقالات، كنت أقرأ الأعمدة بتاع العمالقة زمان وأتعجب كيف كتبوا هذا الكلام ومحاكاة ومعالجة موضوع معين بطريقة مباشرة. أما القصيدة والخاطرة المعنى في باطن الشاعر كما يقولون، أما في المقال هو الإفصاح والشرح الزائد والإيضاح، وأحيانا يكون هناك غموض. دائما المقالات تفي بحاجة النفس لشرحها وتبسيطها، وبناء على ذلك كتبت مقالاتي ونشرت في الصحف، كما نشرت أعمال الإبداعية الخواطر والقصائد في الجميع في الصحف، وكل قصيدة أو خاطرة موثقة في تحت الهوامش بتاع الصفحة. المقالات جمعتها أكثر من 200 مقال، نشر أيضا هينشر إن شاء الله في كتاب بعنوان التيارات المنحرفة وأثرها السلبية على المجتمع. لذلك هو كتاب يتعدى 470 صفحة. دسم يعني، كتاب دسم. كتاب بمقال النقاد، يعني نقد الأستاذ الدكتور بسيم عبد العظيم، عميد كلية الآداب واللغة العربية في تشبين الكوم، ونقدوا أيضا الناقد الكبير الدكتور نادر عبد الخالق، وكاتبة سورية تسمى الأستاذة عفاف الرشيد، كتبت عنه 7 صفحات، وفي خلال هذه الأيام سأطبعه إن شاء الله، لأنه كتاب يعني كل معاناتي وكل محاكاتي وكل الموضوعات اللي عالجتها في الغرب وضعت عليها أحيانا فيها نقد لاذع. إذا في هذا الكتاب يعني التيارات المنحرفة وآثارها السلبية على المجتمع نستطيع أن نفهم إلى حد كبير شخصية الكاتب، وأيضا ما تعرض له وما رآه يعني ما وقف عليه خلال أكثر من 30 سنة في أوروبا وتحديدا في النمسا. 33 سنة. قبل ما نتكلم أكثر حول هذه التيارات الموجودة في الكتاب، هنخرج مشاهدينا الفاصل قصير، هنستعرض معكم في بعض يعني هذه المقتطفات الثقافية، نعرف أكثر عن